اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. وحشني قوي والله يا حبايبي. ان شاء الله يا حبايبي. يعني انا الحقيقة كنت في البلد. اعوذ بالله من كلمة انا. سافرت البلد قعدت يعني كده حوالي 15 يوم او 20 يوم قصدي. فعلشان كده يا حبايبي ايه، انا ما نزلتش فيديوهات يعني وكده. ففي البلد ما يعرفوش ان انا فاتحه قناه اصلا لسه يعني، ومحدش يعرف اي حاجه. فسافرت بقى الحمد لله، ورحنا وجينا بالسلامه، اللهم لك الحمد. سافرت بقى عشان خاطر والدتي. والله الجو ولع قوي في البلد، الجو حر حر فوق ما تتخيلوا. مفيش غير ابني واحد بس هو اللي سافر معايا، اصغر واحد يوسف. سافر معايا، وعشان بس قال ايه، عشان بابا قال له عشان ما تسيبش ماما لوحدها تسافر وكده يعني. والحمد لله رحت شفت والدتي وجيت، اللهم لك الحمد يا رب. انتوا عاملين ايه يا حبايبي؟ ربنا يا رب يرضينا ويرضيكم ان شاء الله يا رب. بالله عليكم يا حبايب قلبي، اللي يتفرج على الفيديو كده يعني ربنا يرضيكم ويكبر بخاطركم يا رب. زي ما انتوا شايفين المشاهدات مفيش، يعمل لي لايك واشتراك. الله يرضينا ويرضيكم يا رب ان شاء الله يا رب. بصراحة أول ما جيت أنا رحت جبت تالت يوم على طول ما جيت، أو تاني يوم ما جبت. أنا ما نزلتش بصراحة، أنا تعبانة ورجليا ورمة طبعا من الأتوبيس وكده. ورجليا ما يعني ما يعلم ما غير ربنا، والله العظيم مش قادرة أنزل خالص. حتى الليمون ده عندي قديم. جارتي قالت لي يعني ايه، لو انت عايزه حاجه، قلت لها لو نزلتي هاتي لي قوطه فلفل اللي تلاقيه قدامك. جابت لي برضو ايه، باميه. ده عسل نحل بقى، انا جبته من البلد ده. ده في عسل نحل لا مؤاخذه في البرسيم، وفي الشمر الغامق ده شمر. طعمه حلو، والبرسيم برضه طعمه حلو، الاتنين طعمهم حلو بصراحه يعني. ده والله مش اخويا، ابن ابن عمي هو اللي عامل المنحل ده. فيعني فبيديني يعني ايه، مش انا بصراحه انا قلت له كنت عايزه اتنين، اديته تمن اتنين، وهو اداني الباقي ده بصراحه. آه. الله يبارك له يعني بصراحه. انا كل ما بسافر اجيب لي دستين ثلاثه بطرمانين، البطرمان كيلو. ده شمع، ده شمع. انا قلت له بصراحه بنتي كان نفسها في الشمع يعني. فالله يبارك له يعني ويرضيه يا رب. والله بالعافيه خد حق الاتنين يعني. انا جبت 6، هو بالعافيه خد حق 2 يعني. ما كانش عايز، انا قلت له، هو حط لي زياده بصراحه 4. قال لي يعني عشان باجي كل سنه مره وكده فبيرضيني يعني كده. فاللهم لك الحمد يا رب. بصوا الشمع جميل بصراحه، طعمه حلو قوي قوي يعني. انا بقالي كتير ما جبتش عسل بالشمع، فالمره دي قلت له بقى، قال لي والله لو في هدور لك واعمل لك بطرمان لبنتك وكده الحبيبه. اللهم لك الحمد يا رب. فانا جبتهم هم دول، اخليهم بقى ايه، بشيلهم عندي بيقعدوا يعني، بيقعدوا معي فتره طويله. في برطمان تاني ناقص مفتوح يعني، اكلوا منه في التلاجة. نرجع ايه بقى لتفريز الباميه بتاعتنا. دول 3 كيلو، كيلو ونص وكيلو ونص جبتهم لي، الله يبارك لها. انا الباميه بقمعها، مفيش يعني لا بغسلها، ما تغسلهاش ولا اي حاجه. والله العظيم الاخر حاجه، الاخر كيس عندي انا لسه عندي كيسين من القديم. يعني كانها لسه نازله جديد. ما بحطش اكتر من الليمون بس. هي غلوه واحده بس، ما تسيبيهاش تغلي كتير عشان ما تتهريش. هنقلبه كله كده. عايزه تحطي ليمونه ليمونتين، 3 اللي انت عايزاه يعني. انا كان عندي كام واحده كده يعني، اغمقوا شويه كده يعني. فكويسين من جوه، ما فيهمش حاجه، القشره بس اللي من بره هي اللي بايظه شويه. فانا حطيتهم حوالي 4 ليمونات، حطيتهم كلهم بصراحه. الليمون ماده حافظه احسن من اي حاجه تاني والله صدقوني. اول ما جه صراحه، عشان انا قلت الباميه لحسن تخلص من السوق ولا ما لقيهاش بصراحه يعني. تاني يوم على طول ما جيت، هي طبعا جارتي ربنا يبارك لها عارفه طبعا جايه. البيت طبعا يبقى ايه، ما فيش لا بطاطس ولا قوطه ولا فلفل ولا اي حاجه، والحاجات دي طبعا زي ما انتوا عارفين. جابت لي قوطه وجابت لي فلفل، وقلت لها هاتي لي كيلو ونص باميه. اتصلت عليا قالت لي الباميه عجباني اجيب لك كيلو ونص تاني. قلت لها هاتي. هي ب 40 جنيه يا حبيبي. في اماكن تاني، بس هي الست قالت لها 45. قالت لها طب انا هاخد منك يعني 3 كيلو وهناخد منك 6 كيلو. راحت مديها لها ايه، مديهم لها على 40 جنيه يعني. غاليه برضو يعني، احنا كنا بنجيبها ارخص من كده بكتير. بقول لها هاتي لي كيلو كوسه، قالت لي كيلو الكوسه ب 30 جنيه. هو في ايه يا جدعان، هو في ايه؟
مش عارفين نشيل حاجة يعني، ولا الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. اه مش مشكلة نشيل لنا 5 أكياس ولا 6 أكياس زي ما بتيجي، زي ما تيجي بقى، وكفاية كده بالحمد لله رضا، أحسن من ما فيش والله. بص ايدينا غمقت ازاي، ايديا غمقت خالص في البلد، والناموس هراني هراني أنا والواد. والله العظيم أنا يعني أنا سافرت عشان خاطر والدتي بس، فالحمد لله يعني شفتها وقعدت معاها شوية وكده والحمد لله. ابني اتهرى بصراحة، يعني أول سنة ابني يبقى متضايق إن هو بيروح معايا، إنه راح معايا، لكن كل سنة بيروح بيبقى مبسوط. السنة دي معرفش الجو حر، وحتى التكييف اللي كان عندهم بايظ، يعني الحمد لله قضيناها على خير. المهم ايه، شفت والدتي، محدش عارف الدنيا، عشان أنا بسافر في السنة يعني كل سنة مرة. سبت بنتي وسبت ولادي وسبت جوزي، طبعا قاعدين هنا في البيت لوحديهم. البنت مش قادرة بصراحة، يعني زي ما انتوا عارفين حاجة البيت كتير وشغل البيت كتير، فهي مش متعودة تعمل يعني الحاجات كتير وكده، آخرها تروق لي تعمل لي حاجات بسيطة، أنا أخش المطبخ كده يعني. بس الحمد لله، هما ساعدوا معاها شوية، وهي برضو ايه يعني، هما ما سابوهاش بصراحة. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. انا جبت حبيبي كده بعد خدتها غلوه واحده وشطفتها كويس في المصفى، شطفتها عشان يعتبر هو الغسيل ده شغالي عليها الحنفيه على قد ما تقدري لغايه ما تلاقي ميتها نطفت خالص، وهي في المصفى. سبتها في المصفى اتصفت خالص خالص، رحت جايبه بقى، رحت قلباهم في ايه، قلباهم في عندي ملايه سرير قطن، ملايه السرير دي قطن، لو بوليستر مش هتشرب معاكي الميه، بصي قطن، لما تكون حاجه قطن هتشرب الميه اللي هتنزل من الباميه. اهم حاجه تكوني منشفاها كويس يعني. في ناس تقول لك حطي تلج انت بتصفيها، انا اجيب منين تلج؟ لا مفيش، احط حبه الميه الساقعين يعني اللي هنشربهم؟ ما لا، يا دوبك بصوا نشفت ازاي بالقماشه، فردتهم على القماشه وحطيتهم ايه على الترابيزه بره وتحت المروحه بقى نشف، بصوا زي خالص، بص مفيش نقطه ميه فيهم. عبيها في الاكياس بقى بعد كده وخلاص، مفيش اي حاجه تاني. هم دول ايه 3 كيلو قسمتهم. شوفي بقى يعني ممكن واحدة تطبخ كيلو إلا ربع، ممكن واحدة تعمل نص، ممكن واحدة تجيب ربع هي وجوزها بس، أو ما فيش حد في البيت مثلا بياكل بامية كتير. على حسب الطبخة بتاعتك، شوفي انت بتطبخي قد ايه وحطي في الكيس. أنا بعبي طبق، في عندي طبق عندي طبق استانلس صغير أهو ده، شايفين أهو ده، بعبيه بس ما فيش لا أكتر ولا أقل، هو الطبخة بتاعتي ده بعد ما تتقمع واعمل واحطها في الميه يعني بالليمون وكده واخلصها، هو الطبق ده بس كده. جبنا بقى شويه حاجات من البلد، جبت شويه دقيق قمح حلو، وجبت اللهم لك الحمد جبت فاصوليا، وجبت قمح القمح الحب عشان بعمل البليله وكده وعاشوره. بيقعد عندي بصراحه القمح والدقيق كتير يعني، بستعمله في قلي سمك، في اي حاجات. ده دي قمح يعني حلو، انا مره عملت منه والله قراقيش طلعت تحفه حلو يعني. ما هو القمح هو اللي بنتعمل منه العيش وكده، العيش البلدي، بس عملت القراقيش طلعت حلوه يعني قبل كده. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وما تنسونيش باللايك والاشتراك، عشان انتوا طبعا شايفين القناه الفيديو، طبعا بقالي 20 يوم ما نزلتش فيديو. ده ابني بقى جنبي كان ايه، ده كان بالليل كان جايب حاجه ساقعه اهو، كان جايب حاجه ساقعه وبيطلع التلج من جنبي وكده. انا عملتهم 4 اكياس، ال3 كيلو بيعملوا معايا 4 اكياس. ربنا كرمني ان شاء الله وجبت اجيب كيلو ونص، اعمل كيسين عليهم يبقوا خلاص كده الحمد لله. يا اما اشوف لو لقيت الدنيا متيسره كده ممكن اجيب ايه 3 كيلو تاني، علشان ايه بصراحه بينفعني يعني، موجود في التلاجة وفي الفريزر بتطلعي وتطبخي على طول. وكده الفيديو بتاعنا خلاص خلص يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير، وتعيشوا وتجيبوا زي كده وتجيبوا وتشيلوا كده في التلاجة بتاعتكم والفريزر بتاعنا وبتاعكم كده يا رب. يا رب كده الفريزر بتاعنا وبتاعكم يتملي خير يا رب إن شاء الله يا حبايب قلبي، وشوفوا الشكوا على خير. ما تنسونيش بالله عليكم بالله كل اشتراك، والله معلش مش عارفة أتكلم، يمكن لساني تقيل شوية من ساعة ما جيت، تعبانة تعبانة بجد والله يا حبايبي، رجليا ورمة ولساني تقل كده شوية، معرفش بقى، ربنا يستر. ادعوا لنا يا حبايب قلبي، ربنا يرضينا ويرضيكم يا رب إن شاء الله يا حبايب قلبي، وشوفوا الشكوا على خير يا حبايب قلبي.